السلام عليكم. معكم رانيم من قناة أيام رانيم. روايتنا اليوم واقعية، حكاية بزاف ناس يعيشوها ولكن بصمت، عنوانها ساكنين تحت سقف واحد وماشي مع بعضانا. تابعوني للنهاية وخليوا قلوبكم تحس بكل كلمة راح نحكيها. الحلقة الأولى، البداية ماشي ديما حب. الصمت كان يملك الدار من الصباح. هي قاعدة في الركن، فنجان القهوة بين يديها، عينيها تسرح بعيد في نقطة في الجدار، كأنها تشوف كل السنوات اللي راحت. ما كانتش تتخيل يوم تعيش في دارها وتحس بالغربة مع راجل هو المفروض أقرب إنسان ليها. هو يدخل كل صباح بنفس الخطوات الثقيلة، نفس الوجه البارد، نفس الكلمة القصيرة صباح الخير، ويروح يخدم. ما بقاش بيناتهم لا ضحكة لا سؤال لا حديث، غير جدران تحفظ صدى أنفاسهم. كانت تقول في داخلها: واش صرا بيني وبينه؟ كنا نحلم بدار تجمعنا واليوم نعيش فيها كأنها سجن بصمت فايت حده. تزوجوا بعد قصة ما كانتش كلها حب، كانت أكثر واجب من قدر. هو شافها بنت هادئة عاقلة تعرف تدير المسؤولية، وهي شافته راجل محترم يخدم ويعرف ربي. قال: الوقت كفيل يخلي الحب يجي بعد الزواج، لكن الوقت دار عكسهم، زاد البعد بدل ما يقربهم. في الليل كي يرجع تقابله بابتسامة خفيفة: تعشيت؟ يرد ببرود: مانيش جوعان. ويروح للصالون يقلب في التلفاز بصوت عالي كأنه يحاول يهرب من الصمت اللي بينهم. هي تبقى تتأمل في وجهه من بعيد، تقول في خاطرها: يا ريت كان نحكي معاه كيما زمان، يا ريت ما تبدلش كلش بعد الزواج. لكن الحقيقة ما تبدلش فجأة. الفتور جا شوية بشوية، كي بدا الشغل ياخذوا من حياتهم، كي ولات الروتين تقتل الحنان، وكل مشاعر ولات عادة بلا روح. النهار اللي فات سمعته يهدر في الهاتف، صوته كان طالع شوية. كي دخلت عليه قالها: ماشي وقتك درك، روحي للغرفة وخليني. تجمدت في بلاصتها، قلبها دق بقوة. من يومها الشك بدا يزرع روحه في عقلها. الليلة ما قدرتش تنعس، كانت تتقلب في فراشها والدمعة محبوسة في عيونها. قالت بهمس: ربي وش نبدل؟ نحكي ولا نسكت؟ نحارب ولا نخلي الأيام تجاوب؟ وش ندير؟ وفي هذه اللحظة كان هو في الغرفة الثانية ساكت، عيناه في السقف، يفكر هو الآخر ويقول: علاش ولات كيما هكا؟ ولا أنا اللي تبدلت؟ ولا حياتنا ما بقاتش فيها روح؟ ووسط هذه الأسئلة الكثيرة كانت بداية الحكاية، حكاية زوجين ساكنين تحت نفس السقف، لكن كل واحد في عالمه. حكاية ما فيهاش ظالم ومظلوم، فيها وجع الطرفين وسكوت مشاعرهم. كانت هذه الحلقة الأولى من روايتنا ساكنين تحت سقف واحد وماشي مع بعضانا. لو حسيتوا بالقصة ومتفاهمين مع البطلة خليوا لي رأيكم في التعليقات. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش ما تفوتكمش الحلقات الجاية. معكم كانت رنيم، نشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله.